السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم مشاهدينا الكرام. 13 لاعب يلعبون في البطولات العربية الآن، شاركوا مع المنتخب المغربي في المونديالين الأخيرين اللي كنقول 13 من أصل 44. واحد العدد اللي هو كبير وكبير بزاف صراحة. 13 من أصل 44 واحد العدد اللي هو جد كبير وعدد محترم صراحة. 13 لاعبا، إذا عدد جد كبير بطبيعة الحال. هيا بنا نتعرف على هذا اللاعبين 13 بطبيعة الحال اللي كيلعبوا حاليا في الدوريات العربية، منهم 3 د الحراس كاملين و10 ديال اللعابة بطبيعة الحال. 3 د الحراس هما اللي شاركوا في هاد في 3 د المونديالات الأخيرة بعد 3 د الحراس. ومستبعد أنهم يكونوا في المونديال ديال 30، لأن بونو غتكون عنده 39 عام، المحمدي غتكون عنده 41 عام، والتاكناوتي غتكون عنده 34 عام. ممكن التاكناوتي يكون، ولكن يعني منعرف. نبداو بياسين بونو. حاليا سبق له مارس في الوداد البيضاوي في المغرب، ولكن حاليا كيمارس في الهلال السعودي. حدث كبير صراحة من الحراس الكبار اللي شاركوا في هاد جوج مونديالات بطبيعة الحال، ولعب بطبيعة الحال 6 لقاءات، 12 لقاء، 6 في المونديال اللي فات و6 في هاد المونديال. 12 لقاء بطبيعة الحال، اللي كان غير في لقاء بلجيكا في مونديال 2022 بطبيعة الحال. وكيبقى بونو من الحراس الكبار. نمشيو عند غانم سايس اللي كيلعب أحد الفرق القطرية حاليا بطبيعة الحال، باقي لعب في الشباب السعودي الأسد القطري كفرق عربية كنقول. دا لاعب شارك مونديال 2022 بطبيعة الحال كعميد المنتخب الوطني المغربي، وكيبقى لاعب اللي قدم كان المونديال مزيان لا بأس به بطبيعة الحال. مونديال 2022 بونو تكوين مغربي، سايس تكوين فرنسي بطبيعة الحال. يبقى من العناصر اللي أعطى الشركة المنتخب المغربي. مشيو عند حكيم زياش، حاليا كيلعب في الوداد البيضاوي المغربي، شارك معنا في مونديال 2022 وأعطى الشركة صراحة. سجل هدف ديك المونديال أمام كندا، وكيبقى من العناصر الجيدة صراحة. حكيم زياش قدم كان واحد المونديال هائل صراحة، أما هذا الموسم كان بعيد على المستوى ديالو صراحة. حنا شفنا الوداد البيضاوي 7 د الهزائم في المقابلات الأخيرة بطبيعة الحال، 8 د الهزائم من أصل 9 د المقابلات، حصدوا فقط 43 نقطة. مشيو عند عبد الرزاق حمد الله اللي كيلعب حاليا في التعاون السعودي، سبق له لعب في السبب السعودي، الهلال السعودي، النصر السعودي، اتحاد جدة السعودي، التحيل القطري، الريال القطري، هادو كاملين فرق عربية. أولمبيك اس في المغرب. ولكن الآن حنا كندروس على التعاون السعودي، شارك معنا في مونديال 2022. عبد الرزاق حمد الله بطبيعة الحال اعتزل دوليا بطبيعة الحال. هادشي اللي كاين بطبيعة الحال. غنمشيو عند لاعب آخر اللي هو منير المحمدي، حارس نهضة بركان المغربي، حاليا شارك معنا في هاد جوج مونديالات الأخيرة بطبيعة الحال، ولعب فيهم لقاء واحد ولقاء بلجيكا بطبيعة الحال في مونديال 22. يبقى منير المحمدي من الحراس الجيدين صراحة، لا نقاش في ذلك ولا جدال. منير المحمدي حارس كبير وحارس جيد صراحة ديال المنتخب الوطني المغربي، من أعطى الحراس صراحة ديال المنتخب الوطني المغربي. هادشي لا نقاش فيه ولا جدال بطبيعة الحال. غنمشيو عند لاعب سليم أملاح، حاليا كيلعب في البطولة الإماراتية بطبيعة الحال، وكيبقى من العناصر الجيدة صراحة. اللاعب سليم أملاح كيبقى من اللاعبين المرموقين ولاعب جيد صراحة بإمكانيات جميلة. شارك معنا في مونديال واحد، مونديال 2022، وكيبقى من اللاعبين الجيدين. لاعب سليم أملاح اللي عنده تكوين بلجيكي بطبيعة الحال، كيبقى من العناصر المهمة صراحة داخل المنتخب المغربي. في عند اللاعب يوسف النصيري، حاليا كيلعب في اتحاد جدة السعودي، وكان على ما أظن واش دخل في المغرب الفاسي المغربي أو لا، المهم نقطة. يوسف النصيري شارك معنا في المونديال اللي فات بطبيعة الحال، سجل جوج الأهداف أمام كندا وأمام البرتغال بطبيعة الحال. الهدف الغالي أمام البرتغال صراحة. يوسف النصيري كيبقى من اللاعبين اللي أعطوا الشيء الكثير للمنتخب الوطني المغربي، هادشي لا نقاش فيه ولا جدال بطبيعة الحال. في عند أحمد رضا التاكناوتي، حاليا كيلعب في الجيش الملكي المغربي، سبق له لعب في الوداد البيضاوي، نهضة بركان المغرب، فاز اتحاد طنجة المغرب التطواني. إذا قود مسيرة بطبيعة الحال. المغرب فاز على جوج فترات بطبيعة الحال، كيبقى حارس جيد صراحة. وكان معنا في جوج المدات الأخيرة ما لعب حتى لقاء، ولكن المهم كان الاسم ديالو بطبيعة الحال معنا في هاد جوج د المونديالات بطبيعة الحال. غنمشيو عند اسم آخر اللي هو بدر بانو، لاعب الرجاء البيضاوي المغربي بطبيعة الحال. كان معنا في سبق له لعب حتى في الأهلي المصري، في قطر القطري، هادو كانوا فرق عربية بطبيعة الحال. نهضة بركان بطبيعة الحال حاليا في الرجاء البيضاوي المغربي، وهذه الفترة الثانية ديالو، الفترة كانت الثالثة ديالو في الرجاء البيضاوي. وبطبيعة الحال شارك معنا في مونديال 2022 اللي كان في قطر بطبيعة الحال. غنمشيو عند اللاعب بطبيعة الحال
آخر بطبيعة الحال وهي يحيى جبران لاعب البطولة حاليا الإماراتية، شارك معنا في مونديال 2022، باقي في البطولة الليبية الكويتية المغربية مع الوداد البيضاوي رجاء بني ملال بطبيعة الحال. على ما أظن واش حسنت أكادير معاها على ما أظن. إذا صراحة أنا الشي اللي كيبقاني يحيى جبران اللي هو كيبقى من العناصر اللي عطى الشيء الكثير فريق الوداد البيضاوي في حقبة سعيد الناصري بطبيعة الحال. حاليا كيمارس في البطولة الإماراتية وشارك معنا في مونديال واحد مونديال قطر. مشيو عند مروان سعدان حاليا كيلعب في الفتح السعودي. شارك معنا في هذا المونديال لعب لقاء كاحتياطي أمام كندا بطبيعة الحال. قبل في الفتح الرباطي المغربي كيلعب في الفتح السعودي لاعب جوج الفتحات بطبيعة الحال. لاعب كيبقى قلب دفاع شحال هادي كان وسط الميدان بالإرجاع قلب الدفاع بطبيعة الحال. لاعب سعدان بطبيعة الحال اللي كيبقى من العناصر اللي عنده تجربة كبيرة الآن بطبيعة الحال. مشى عند يوسف بالعامري حاليا كيلعب في الأهلي المصري وسبق له يلعب في الرجاء البيضاوي الجيش الملكي وكنظن حتى الفتح الرباطي. شارك في هذا المونديال هذا ما لعب حتى لقاء. يوسف بالعامري كيبقى من العناصر اللي مهم جيد أنه كان في الرجاء البيضاوي جيد صراحة. أنا في الأهلي المصري باقي ما عطاش ديك العطاء الغزير صراحة. هادشي اللي كاين بطبيعة الحال. اللاعب يوسف بالعامري اللي كيبقى الأسماء ديالو مشى عند سفيان الرحيمي حاليا كيلعب في نادي العين الإماراتي سبق له يلعب في الرجاء البيضاوي الاتحاد البيضاوي بطبيعة الحال. الآن كيلعب فريق العين الإماراتي وشارك في هذا المونديال وسجل جوج ديال الأهداف بطبيعة الحال لا أمام هايتي ولا أمام كندا وكذلك مثل تمريرة حاسمة أمام هايتي اللاعب جسيم. يبقى اللاعب سفيان الرحيمي قدم مونديال كبير صراحة لا نقاش فيه وكنتمناو الشفاء العاجل للأب ديالو إلى اللاعب وكنتمنى الأخ ديالو حسين الرحيمي حتى هو يطور المستوى ديالو بطبيعة الحال يكون أسهل وواعر لأن في الموسم اللي قبل من هذا دا هو الهداف البطولة كنظن بشي 11 هدف. هاد العام شوفنا سفيان بن جديد دا هداف في البطولة ب20 هدف. كنتمنى محمد وهبي يشوف ديك سفيان بن جديد بطبيعة الحال لأن صعيب باش تسجل 20 هدف في الدوري المغربي هو سجلها. كنظن على ما أظن سجل 13 هدف في الذهاب و7 الأهداف في الإياب. صحيح في الإياب كان تراجع كبير سفيان بن جديدة ولكن كتبقى 20 هدف في البطولة المغربية واحد الرقم اللي هو جد جميل صراحة جد كبير. كنتمنى أن المدرب يشوف سفيان بن جديدة اللي كنظن الآن عنده 25 سنة ماشي صغير السن هو هذاك بطبيعة الحال. شوفوا لأن كتسنانا الآن كأس إفريقيا بطبيعة الحال لا تختارنا تصفية كأس إفريقيا كتهضر كنظن أوغندا وتنزانيا وكينيا. هادشي اللي كاين الخوت. شكرا لكم بطبيعة الحال إلى اللقاء وإلى فيديوهات قادمة إن شاء الله مع السلامة وإلى الملتقى بطبيعة الحال وإلى فيديوهات أخرى إن شاء الله مع السلامة وإلى الملتقى.